في الفيديو ده حاجات هنتفرج عليها بس مش هنعملها. وبمناسبة الصيف والفاكهة الصيفية، فطبعا البطيخ مشهور بالفاكهة الصيفية. ده هنا ناس هتعمل الفشار بالبطيخ، معرفش ازاي يعني، بس هو عملوه وخلاص. بس احنا ما نعملش زيهم يا ريت يعني. هنبوظ البطيخة وهنبوظ الزيت وهنبوظ الفشار على الفاضي. هما تقريبا ليهم سنس كده معين بيعملوا بيه، وسنس للتصوير برضو. فالحاجات دي اصلا بتتجرب عندنا بتفشل يعني، ونصيحة مني انا. دي واحدة. ده ايه ده؟ ايه اللي في البيض ده؟ ما علينا. مش عارفة. البيض والحاجات عندهم فيها حاجات غريبة. المهم ده المفروض بصل اخضر بتقليه بخلطة كده بالدقيق وحاجات زي كده. ودي تقريبا سلكة مواعين وتحولت لاندومي. ما شاء الله، ما هذا السحر. وده البيض حطيته على الاندومي اللي هو اصلا ممنوع يخش البيوت المصرية. وايه ده؟ ما شاء الله، مسكت صفار البيضة بايديها عادي ورميتها بقت عصير. انه السحر يا سادة. وسلقت الاندومي في حله كبيره، وهتقطع القوطه تقريبا زي النجمه كده. وبتلعب بيها كمان، ما شاء الله. شاطره شاطره حبيبتي، شاطره، ست بيت شاطره وايه. المهم دلوقتي هتحط بقى الحبشتكات والتحبيشات كده وايه، وراحت ضربان في الخلاط. وده جمبري بنجيبه مره في السنه. دلوقتي راحت شالت بقى الاندومي وصفته. وبعد كده هتقطع ال ايه ده هي قلت البصل. بقى كريسبي كده من بره مقرمش، وبقى من جوه لونه اخضر زي ما هو. بعد كده بقى حطت بقى الجمبري على الحاجات اللي هي مقطعاها، والجزر وكده. وبعد كده حطت بقى الميه والملح وظبطت امورها. هتجيب بقى 3 علب العصير اللي هي جايباهم دول، معرفش ده عصير ايه الصراحه. بس شكله كده عصير جوز هند. الحاجات دي احنا طبعا هنتفرج عليها ومش هنعملها زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. بس ده بقى واحده عامله بقى ما شاء الله فنانه، لدرجه ان هي عامله كرسي زي الكيك بالظبط. ما شاء الله. وعلى فكره الرجول دي تقريبا مصنوعه من الشوكولاته برضو. هتقطعها ايه؟ ما شاء الله. ايوه شكلها شوكولاته. وده ما شاء الله عليها يعني شكلها محترفه جدا. اهو جاكيت اهو كيكه. اهو. استغربوش يا جماعه. ده بقى عامل بالظبط زي جردل المسيح بالظبط. يعني ده ما انا شفته كده هقول عليه فعلا جردل المسيح. وده برضو شوال عين جمل. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، شاطره والله جدعه. وده باسكت بول. ما شاء الله. ايه ده؟ ودي مكنسه برضو كيكه. ايه ده؟ مش بص اي